يعني ايه حاجز بشرة؟ ويعني ايه اصلا حاجز البشرة المتضرر؟ تعالوا اقول لكم ازاي دمرت حاجز بشرتي وخليت وشي يلتهب من اي منتج ومن اي حاجة، وايه الاخطاء اللي انا عملتها عشان حاجز البشرة بتاعي يتضرر ويلتهب، وايه النصايح اللي انا بنصح بيها تفاديا للاخطاء اللي انا عملتها. اهلا بيكم، معاكم انجي غنيم في قناة مع بعض. اول حاجة، يعني ايه حاجز بشرة؟ حاجز البشرة هو الطبقة الخارجية لسطح البشرة، وهي بتتكون من دهون، والدهون دي مسؤولة عن نقل الرطوبة في خلايا البشرة، وهو اللي بيحمينا من عوامل خارجية زي التراب والهواء الملوث والشمس والأشعة الفوق البنفسجية. ويعني ايه التهاب حاجز البشرة أو تلف حاجز البشرة؟ وليه أصلا يلتهب وازاي؟ يعني حاجز البشرة عندنا لما بيتضرر بيبقى أكثر عرضة وأكثر تحسسا للتلوث والأشعة الفوق البنفسجية، فبالتالي بيبتدي يفقد الرطوبة والمية اللي فيه، فده بيخلي البشرة تبقى جافة جدا وبالتالي بتلتهب. ومش بس كده، ده الالتهاب ده بيطلع لك حبوب كتيرة جدا في بشرتك، بيبتدي يعمل لك سواد، بيبتدي يعمل لك بهتان في الوش، بيبتدي يعمل اعراض كتير قوي، وبيخليها كمان حساسة تجاه اي منتج. يعني انت لو حطيت بس اي كريم او اي حتى مرطب او حتى اي حاجة، وشك تلاقيه بيلتهب وبيطلع حبوب كتير جدا ودايما احمر ومتهيج. تعالوا بقى اقول لكم انا عملت ايه فطبعا ادى لهذه الكارثة. اول حاجة، ما كنتش بحط سان بلوك نهائيا، وكنت طول النهار رايحة جاية في الشمس، وما كنتش برطبها خالص، فكان وشي ابتدى يغمق من الشمس ويسمر جدا ويلتهب كمان. فطبعا انا لما لقيت ان وشي اسود قلت لا بس كده، هو خلاص انا هجيب كريمات تقشير تفتح لي بشرتي. فمنتجات على النت جربت، وصفات طبيعية جربت، كريمات الناس بتنصح بيها جربت، كل حاجة تتخيلوها انا جربتها عشان ارجع بشرتي اللون بتاعها. عايزة كمان اقول لكم حاجة هتتفاجئوا بيها، ان انا لما كنت لقيت ان كريمات التقشير بتقشر على وشي كمان، وان وشي ابتدى يستجيب لها بقى ويقشر، فرحت جدا. ما كنتش اعرف ان دي بداية العك اكتر اللي انا بعمله، لان لما وشك يقشر معناه ان هو جاف جدا ومحتاج ترطيب. المفروض لما انت تكون بتستخدم كريمات التقشير دي لازم ان انت ترطب بصفة دورية ومستمرة. كنت بقعد اقول ان البشرة الدهنية مش محتاجة ترطيب وهي اوريدي بتفرز دهون وزيوت. مش كده وبس، ده انا كنت بنزل بكريمات التقشير في الشمس عادي جدا. وايه بقى اللي حصل لي؟ بشرتي احمرت، بشرتي التهبت، بشرتي بقت حساسه تجاه اي منتج، بشرتي اسودت اكتر. ده غير طبعا الحبوب الصغيره اللي كانت عماله تطلع عماله على بطال، وانا مش فاهمه سببها ايه، وابتدي بستخدم لها كمان كريمات للحبوب وفاكره ان انا عندي مشكله مع الحبوب. لما لقيت بقى كل الحاجات دي ابتديت اخد خطوه ايجابيه وافهم فعلا انا بعمل ايه، وهل اللي انا بعمله ده روتين صح ولا غلط، وابتديت اخيرا ارطبها. اول حاجه، وقفت كل اللي كنت بستخدمه تماما حتى لو كان كلينزر غسول، وابتديت ارطب بس. تاني حاجه، حطيت سان بلوك وعرفت اخيرا اهميته، وعرفت ان ده اساسي مش اختياري، ده مش بمزاجي من الاخر. اهم حاجه، عرفت بشرتي نوعها ايه وهي محتاجه ايه وايه مشكلتها اصلا. مش بستخدم اي حاجه اي حد جربها ونفعت معايا. تعالوا اقول لكم على الحاجات اللي انا انصحكم ان انتوا تعملوها تفاديا للاخطاء اللي انا عملتها في تدمير حاجز البشره بتاعي. اولا، اوعى ابدا تلاقي فيديو على السوشيال ميديا بيقولك اختار منتج معين او وصفات طبيعيه او اي حاجه الا لو كان دكتور مختص. وكمان الدكتور المختص ده بيبقى يعني هدفه اكتر ان هو يعمل حملات تسويقيه للمنتج بتاعه، فهو ما يعرفش ان المنتج ده مناسب لبشرتك ولا لا. فاحسن حاجة ان احنا نروح نكشف عند دكتور مختص ويبتدي يشوف بشرتنا نوعها ايه ومحتاجة ايه، ويبتدي يوصف لنا حاجات معينة لبشرتنا. تاني حاجة، مش عشان المنتج ده نفع مع صاحبتي يبقى كده هينفع معايا. كريم التقشير ده بيض صاحبتي جدا، يبقى هيبيضني انا كمان وهيخليني حلوة قوي. لا، الكلام ده غلط، لان كل واحد بشرته بتختلف عن التاني. يعني انا مثلا بشرتي دهنية، التاني هيبقى بشرته جافة، فممكن ما يقدرش يستحمل التقشير اللي انا بعمله، او ممكن هو يستخدمه مثلا مرة في الاسبوع، انا استخدمه كل يوم عادي، فده ينفع معايا مثلا، هو ما ينفعش معاه، وممكن كمان يبوظ له او يعمل له تلف في حاجز البشرة. ثالث حاجة، وطبعا انتوا اكيد عرفتوها، اللي هي الترطيب ثم الترطيب ثم الترطيب. بص بقى، عايز نضارة، عايز بشرة صحية،
عايز كل حاجة في البشرة بتاعتك تبقى كويسة، لازم الترطيب، بس لازم يكون ترطيب مناسب لبشرتك وترطيب صحي. يعني مثلا لو انت بشرتك فيها مسام وبتفرز عرق كتير وبتفرز دهون كتير، الصح ان انت تستخدم مرطب القوام بتاعه جل مش كريم، لان ده ممكن يقفلك المسام ويعمل لك حبوب اكتر، وده تماما اللي حصل لي بقى. رابع حاجة، ولو انتوا حابين تستخدموا كريمات التقشير لازم تتأكدوا ان انتوا بتستخدموها بالطريقة الصحيحة، لان لو انت مش بتستخدمها بالطريقة الصحيحة او مش بشكل تدريجي فده هيعمل لك، لو انت بشرتك صحية جدا، هيعمل لك تلف في حاجز البشرة لانها بتبقى قوية على البشرة. وطبعا الافضل انك تستشير دكتور مختص. خامس حاجة وهي اهم حاجة ومحدش يقدر يستغنى عنها ابدا، وهي السان بلوك. الصن بلوك دي خطوة أساسية في الروتين، أي روتين أنا بعمله الصن بلوك ده مهم جدا، لأن ده هو لما أنا ما كنتش بستخدمه ده أدى لتلف حاجز البشرة، وفضلت سنين أعالج في حاجز البشرة اللي ما كانش راضي يتصلح. ولازم كمان تستخدموا النوع المناسب لبشرتكم. يعني أنا مثلا لما كان عندي التهاب حاجز البشرة ما كنتش بستخدم صن بلوك فيه عطور أو قوامه كريمي، لأن أنا كانت بشرتي دهنية، فما ينفعش استخدم قوام كريمي وانا بشرتي دهنيه. تاني حاجه ما ينفعش ابدا ان انا استخدم صن بلوك فيه نسبه عطور وانا اوريدي عندي تحسس في حاجز البشره، فتيجي تلاقي ناس بتقولك الصن بلوك ده طلع لي حبوب. الصن بلوك ده طلع لك حبوب يا اما هو مش مناسب لبشرتك، انت بشرتك مثلا دهنيه فانت حطيت له كريم كتير او لوشن فده ادى لانغلاق المسام، يا اما تاني حاجة ممكن يكون في نسبة عطور عالية، فنسبة العطور العالية دي خلت الحبوب تظهر بشكل ملحوظ. ودي النصائح اللي انا حبيت اقدمها لكم النهاردة عشان تتجنبوا الاخطاء اللي انا وقعت فيها واللي انا فضلت اعاني منها سنين، فانا يعني زي اكون اختصرت عليكم الطريق. واتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من الفيديو واستفدتوا من الحاجات اللي انا قلتها عن البشرة. اشوفكم المرة الجاية على خير مع بعض، وما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب وفولو على باقي الابليكيشنز، تيك توك، فيسبوك، انستجرام. ولو في موضوع حابين نتكلم فيه اكتبوا لي وهنتكلم فيه اكيد. استنوني في الحلقة الجاية على قناة مع بعض. باي باي.